أهلا بيكم. هنعمل مع بعض النهاردة صينية فراخ مشوية بطريقة جديدة وكمان بالخضار. لو أول مرة تشوفوا القناة مستنية اشتراككم فيها، وزي ما احنا متعودين نفعل الجرس على علامة الكل عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة أول بأول. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير عشان غيركم يستفيد. ويلا بينا على الفيديو عشان نشوف وصفتنا النهارده. هستخدم افخاد الدجاج، ممكن ان احنا نستخدم ورك كامل، ومعايا التوابل ملح وفلفل وبابريكا، هي دي بس التوابل اللي هنستخدمها. هنقلبهم مع بعض، وانا عامله هنا هوت التوابل الكميه كلها اللي هنستخدمها، وهنستخدمها على مرحلتين. المرحله الاولى هنرشها على الفراخ بالشكل ده كده علشان نتبل الفراخ لوحديها. هناخد جزء من التوابل اللي احنا عملناها ونبتدي ان احنا نعملها من فوق ومن تحت، وكمان ندلك الفراخ حلوة قوي بالتوابل كده عشان تتغلغل في اللحم بتاعها وعشان تتبل كويس جدا. نقدر ان احنا نسيبها في التوابل ديت مدة ربع ساعة نص ساعة حسب الوقت عندنا. هحط زيت على النار، وهحط معايا كمان قطع من الزبدة. نقدر نستغنى عن الزبدة لو احنا حابين، بس بصراحة لما بتتحمر كده بتدي طعم حلو قوي للأكل. هبتدي ان انا احط الفراخ بالشكل ده كده، وبنحطها على الجلد الاول علشان تحمر معانا، ونراعي ان احنا ما نحركش الفراخ كتير اول ما نحطها علشان خاطر بس الجلد ما يتشالش، وكمان تحمر معانا وهي من نفسها هتبتدي ان هي تنطر اول ما تحمر وتدينا الدرجة ديت. اول ما بتبتدي ان هي خلاص توصل للدرجة اللي احنا عايزينها بنقلبها على الناحية التانية علشان كمان تحمر، وبنضغط عليها علشان تنزل منها اي مية، وكمان تبقى الجزء اللي تحت كمان ملاصق للقاعدة وكمان يحمر كويس. شايفين كده الدرجة اللي احنا عايزينها متحمرة من فوق ومن تحت، وبقت كده تمام. هنبتدي ان انا ارفعها علشان نكمل بقية وصفتنا. لما بنستخدم الزيت او الزبدة اللي احنا حمرنا فيها الفراخ بيبقى طعم الوصفة فيها حلو قوي، غير لما بنغير الزبدة او الزيت اللي احنا عملناه بيبقى واخد من طعم الفراخ واخد من طعم التوابل كمان، والتحمير بتاعها بيبقى طعمها حلو قوي. هحط بصل مقطع صغير، وابتدي ان انا اشوحه لحد ما يدبل بس حاجة بسيطة. معايا كمان بطاطس مقطعة مكعبات، هحطها على البصل وابتدي ان انا اشوحها كمان. اول ما تتغطى بالشكل ده كده وتتشوح من جميع الجهات هبتدي ان انا احط بعديها الجزر. نقدر نستخدم اي نوع من انواع الخضار اللي احنا عايزينه، حابين ان احنا نحط بطاطس بس، حابين نحط جزر بس، حابين نحط كوسة كمان معاهم. اي نوع خضار متوفر عندك او اي نوع خضار حابة ان انت تعمليه ممكن انت تستخدميه. وكمان معانا التوم، انا بحب احطه في الاخر بيدينا الطعم بتاعه بيبقى حلو، وكمان انا مقطعه قطع كبيره مش فرماه ناعم علشان بس يبقى الطعم معاه في الوصفه بتاعتنا حلوه. وبتبلها ببقيه التوابل اللي احنا عملناها في الاول اللي هي ملح وفلفل وبالبابريكا. بعد كده بقلب كلهم مع بعض، وكده خلاص الصينيه بقت جاهزه ان احنا نرجع فيها الفراخ تاني. هزودها بس شوية مية سخنة، ونراعي زي ما احنا قلنا دايما ان المية اللي احنا هنحطها لازم تكون سخنة، واغطيها واسيبها على جنب لحد ما تبتدي ان هي تستوي معانا شوية. وهي على النار هبتدي ان انا اعمل الصوص اللي هغطي بيه الفراخ. معايا كاتشب حار او ممكن كاتشب عادي، ونحط عليه صوص حار، وممكن نستغنى عن الصوص الحار خالص. ومعانا كمان صويا صوص ومسترد او مستردة، كمان عصير ليمون وعسل، حوالي معلقة كبيرة من العسل. وهقيد عليهم النار وابتدي ان انا اقلبهم بالشكل ده لحد ما تبتدي ان هي تغلي معانا
يدوبك غلوة واحدة، انا مش محتاجاها ان هي تغلي كتير. كل المكونات بتختلط حلو مع بعض والعسل بيدوب، فبتيجي بس ان هي تغلي هتكون كده بقت جاهزة. كده غلت اهيت معانا، هبتدي ان انا ارفعها من على النار وهجيب صينية الفراخ وهبتدي ان انا اوزع عليها الصوص من فوق بالشكل ده، وبحط كمان على الخضار علشان تطعموا معاها. في طريقتين للتسوية، نقدر ان احنا نسوي الفراخ سوا كامل على البوتاجاز من فوق ويدوبك بس في الاخر ندخلها تحت الشواية حاجة بسيطة، او كمان نقدر ان احنا يدوبك ناخدها برضو غلوة تانية كمان على النار من فوق وندخلها في الفرن لحد ما تكمل سواها وتحمر معانا وتبقى بالشكل ده. اي طريقة بالنسبة لكم تكون اسهل هتكون كويسة معاكم، مش هتفرق في الطعم خالص. وده كده شكلها بعد ما خرجت من الفرن، حاجة كده روعة بصراحة. هي كانت الكاميرا ظلماها كمان، اللون بتاعها كان حلو قوي، تحسوا ان هي كمان مشوية جدا. وايدي الخضار، شايفين حتى لون الخضار واخد من طعم الصوص ومن لون الصويا مع الكاتشب، مديله لون حلو قوي، وكمان طعمه كان جميل جدا، والعسل مديله تسكيرة كده، كان لذيذ. وكمان الصوص اللي معاها كده شكلها. ما هنيجي نقطعها، نقدر كمان ان احنا نستخدم فرخة كاملة لو احنا حابين. شايفين دايبة ازاي، وكمان اتقطعت بسهولة، واللحم من جوه ابيض، وطعمه كان بصراحة جميل جدا. والخضار كمان كان دايب، مجرد ما كانت الشوكة بتلمسه كان بيتهري معايا. يعني قعدت فترة لحد ما لقيت بطاطساية تطلع معايا في الشوكة. ده كده كان شكلها. اتمنى ان الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم الفيديو مستنية تعليقاتكم الجميلة تقولوا لي ايه رأيكم، وما تنسوش كمان اللايك والشير. وشكرا ليكم وشكرا للمشاهدة، واشوفكم في فيديو جديد واقول لكم سلام.